الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسالة سلام. ما زال الحديث حول محاب النبي صلى الله عليه وسلم من الشخصيات الصحابية التي كانت حوله عليه الصلاة والسلام، سواء كان الرجال أو من النساء، وتحدثنا عن من يحبهن صلى الله عليه وسلم من زوجاته، وركزنا الكلام على خديجة وعائشة، ثم انتقلنا على الرجال فقلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب أكثر من يحب أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين. ثم دخلنا بعد ذلك في التعريف على بعض الصحابة الذين كان يحبهم النبي عليه الصلاة والسلام حبا عظيما، ومنهم الزبير بن العوام. قال مروان بن الحكم رحمه الله: أصحاب عثمان بن عفان رعاف شديد. أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش فقال: استخلف. قالوه؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال: استخلف. فقال عثمان: قالوا، يعني يقصد بقية الصحابة، فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت. قال: فلعلهم قالوا الزبير بن العوام. قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا دليل على حب النبي عليه الصلاة والسلام للزبير بن العوام، أن لما أصاب عثمان بن عفان رعاف، مرض من أمراض الذي يسيل الدم من الأنف، وكاد أن يموت عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فالصحابة الكرام قالوا له: استخلف، يعني قالوا له: اختر من يكون من بعدك خليفة للمسلمين. قالوا؟ قال: نعم. يعني هل هذا هو رأي الصحابة بقية الصحابة؟ فقال الرجل: نعم. قال: من؟ فسكت. ثم الثاني أيضا فسكت. الثالث قال: لعلهم قالوا الزبير بن العوام. فأكد عثمان بن عفان بقوله: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم، يعني الزبير بن العوام من خيار الصحابة رضوان الله تعالى عليه وعليهم. قال: ما علمت، يعني على حسب علمي أن هذا الصحابي الجليل الزبير بن العوام يعتبر من أحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان يقول لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الزبير مشاهدي الأكارم هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت عبد المطلب، وزوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وأحد العشر المبشرين بالجنة، وهو والد عبد الله بن الزبير الخليفة أيضا المعتمد الذي كان على مكة المكرمة، وأحد الستة الشورى الذين اختارهم عمر لأن يكون خليفة من بعده. نعم. وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من خاصته، فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام. الله أكبر، الله أكبر. إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم، يعني هذا معناه خاصتي من أصحابي وناصري. فالحواري هو
الوزير، وقيل الناصر، وقيل الخالص. فهذا الوصف الجميل للزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأمه معروفة صفية بنت عبد المطلب، ومعروف صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها في شجاعتها وبأسها، ولها مواقف معروفة بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدي الأكارم، أيضا الزبير بن العوام سبحان الله كان ذا مال جزيل وصدقات عظيمة وفضائله مشهورة. قال ابن كثير رحمه الله: أسلم رضي الله تعالى عنه قديما وهو ابن 16 سنة، وهو ابن 16 سنة، ويقال ابن 8 سنين، وهاجر الهجرتين وشهد المشاهد كلها. الزبير بن العوام شهد المشاهد كلها، يعني قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الغزوات رضي الله عنه وأرضاه، وهو أول من سل سيفا في سبيل الله. هذا أيضا يعني وصف عظيم ومنقبة كبيرة للزبير بن العوام. وقد جمع له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق أبويه، وقال له يعني: فداك أبي وأمي. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول هذا الكلام لمن هب ودب، وإنما هذا كان خاصا بالزبير بن العوام، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: فداك أبي وأمي. وشهد اليرموك، وكان أفضل من شهدها رضي الله عنه وأرضاه، إذ اخترق يومئذ صفوف الروم من أولهم إلى آخرهم مرتين، ويخرج من الجانب الآخر سالما، لكن جرح في قفاه بضربتين رضي الله تعالى عنه، وله فضائل ومناقب كثيرة. انتهى كلام ابن كثير. تخيلوا مشاهدي الأكارم، هذا الصحابي البطل الشجاع الأسد الذي كان يقاتل في صفوف المسلمين ضد المشركين، وفي غزوة تبوك، الغزوة التي كان فيها أعداد هائلة من المقاتلين ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأخذ السيف فيخترق صفوف الأعداء، وهو يقتل يمنة ويسرى من أول الصف حتى آخره، وهو يتفادى ضرباتهم إلا ضربتين جاءتا على قفاه. ولكن انظروا في الذهاب والعودة في أكثر من 100,000 مقاتل يخترقهم هذا الصحابي الجليل. صحابة كانوا حقيقة يعني مثلا رائعا في الشجاعة والإقدام والقوة، وهذا يدلك أيضا أنهم يعني على مستوى عالي من المعرفة بالقتال، وعلى مستوى عالي من الدربة للقتال وفنونه وحركاته. كانوا حقيقة يعني فرسانا بالليل ورهبانا بالنهار، أو على العكس رهبانا بالنهار وفرسانا بالليل، رهبانا بالنهار وفرسان أبطال أسود بالليل. أيضا مشاهدي الأكارم، من الذين كان يحبهم عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر. من الذين كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر. فعن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: أشهد على رجلين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فارق الدنيا وهو يحبهما: ابن سمية وابن أم عبد. نعم، ابن سمية هو عمار بن سمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ابن عبد هذا هو عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن رضي الله تعالى عن الجميع. وكلا الصحابيين مشاهدين الأكارم من النجباء ومن السابقين الأولين ومن الأعيان البدريين رضي الله تعالى عنهما، ومناقبهما مشهورة ومعروفة. فإن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية، وأما
عبد الرحمن بن أم مسعود فهو القارئ المقرئ الرجل الصالح رضي الله تعالى عن الجميع. وممن كان يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا حبا كثيرا أسامة بن زيد وأبوه رضي الله تعالى عنهما. فعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الصحابة أو بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده. الله أكبر، الله أكبر. هذا يعني نبراس عظيم وشهادة كبرى من النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الصحابيين الجليلين أسامة بن زيد ووالده زيد رضي الله تعالى عنهما وارضاهما، وهما من الصالحين من الصحابة الكرام البررة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيهما: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم أو فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وهو زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيشير النبي عليه الصلاة والسلام هنا إلى إمارة زيد بن حارثة في مؤتة، في غزوة مؤتة، فقد تكلم في ذلك بعضهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عينه في مؤتة تكلم بعض الصحابة، هذه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيم الله، يقسم النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن كان لخليقا للإمارة، يعني إن كان لخليقا للإمارة معنى كان هو أهلا للإمارة وهو يعني أولى بها من غيره. هذا معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان لمن أحب الناس إلي، وهذه شهادة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة أنه من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهنيئا لزيد وهنيئا لأسامة. ثم قال: وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد. وأسامة أمره النبي عليه الصلاة والسلام على غزوة تبوك لما كان مريضا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، أنكحي أسامة بن زيد. فكرهته، هي تقول هكذا: فكرهته، ثم قال لي: أنكحي أسامة، فنكحته،
فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت. وفي رواية: وكنت قد حدثت أو حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحبني فليحب أسامة، من أحبني فليحب أسامة. هذه الرواية رواها الإمام مسلم، يعني رواية صحيحة. وهكذا مشاهدي الأكارم، من الواجب علينا أن نحب من يحب النبي صلى الله عليه وسلم، أو من أحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع إلى هذا الحديث العظيم الذي فيه فوائد كبيرة. فاطمة بنت قيس من الصحابيات المعروفات، يعني وكانت زوجة عند رجل من الصحابة يقال له عمرو بن حفص. طلقها البتة، يعني معناته البتة يعني طلقها 3 فبانت منه وهو غائب، فأرسل إليها وكيله. وهذا الطلاق بالوكالة يجوز عند أهل العلم، فوقع الطلاق وأصبحت بائنة منه، فأرسل إليها وكيله بشعير، يعني كأنه يمتعها متاعا حسنا، أرسل إليها بشعير فسخطته، يعني ما قبلت الشعير وتريد كأنها تريد شيئا آخر. فقال يعني الوكيل: والله ما لك علينا من شيء، ما لك علينا من شيء، خلاص إذا كانت هي بائن وأصبحت مطلقة فليس لها على زوجها نفقة. أما إذا كانت رجعية فيجب على زوجها أن ينفق عليها حتى تنتهي عدتها. نعم. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنها مستنكرة لهذا الموضوع، كيف لا ينفق عليها؟ فذكرت ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: ليس لك عليه نفقة، ليس لك عليه نفقة. نعم. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجب عليه تجاهها أي نفقة، وما قدمه لها يعتبر إحسانا. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، يعني عليها العدة حتى لو كانت مطلقة البتة، هذا لا يعني أنها لا تعتد، وإنما تعتد 3 قروء بلا شك، حتى تستبرئ الرحم، وحتى أيضا تستعد لزوج آخر بطهارة الرحم وذهاب البصمة. وأنتم يعني أكيد مشاهدي الأكارم قرأتم عن العالم اليهودي أو العالم الغربي الذي درس مسألة بقاء العدة 3 أشهر أو 3 حيضات، ما الفائدة منها؟ فوجد أن رحم المرأة يبقى بصمته، يبقى فيه بصمة وتبقى فيه علامات للزوج الأول، ولا تزول هذه العلامات والخلايا الغريبة من جسد المرأة للزوج الأول إلا بعد أن تنتهي العدة تماما. بعد أن تنتهي العدة تماما يزول كل ما يتعلق بالزوج الأول، وهذه من آيات الله العجيبة. ومن هنا اكتشف هذا العالم أن ثمة هناك أمور تبقى موجودة في جسد المرأة متعلقة بالزوج الأول. فسبحانك ربنا وبحمدك ما قدرناك حق قدرك. مشاهدي الأكارم، فاصل ثم نواصل قصة فاطمة بنت قيس مع أسامة بن زيد ونصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لها. أبقوا معنا. عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مشاهدي الأكارم. نقول أن فاطمة بنت قيس لما انقضت عدتها أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت أم شريك. وأم شريك هذه امرأة عجوز كان يغشاها الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ويزورها
ويزورونها ما بين الفترة والأخرى، ويترددون إليها بكثرة لصلاحها ولكرمها ولفضلها. فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام يعني لفاطمة أن تعتد في بيت أم شريك، ثم غير رأيه عليه الصلاة والسلام وقال لها: تلك امرأة يتردد إليها الصحابة، فاعتدي عند بيت أم مكتوم. نعم، عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله أم مكتوم ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذينيني. هكذا كان توجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة بنت قيس. السبب في ذلك أن تلك المرأة أم شريك كما قلت لكم قال عليه الصلاة والسلام فيها: تلك امرأة يغشاها أصحابي. يغشاها أصحابي يعني يزورونها ويترددون إليها. اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا حللت فآذنيني. وفعلا ذهبت فاطمة واعتدت عند عبد الله بن أم مكتوم. وهذا يعني أن عبد الله بن أم مكتوم مع أسرته استقبلوا ضيفه فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها من أجل أن تعتد، والعدة تأخذ من 2 إلى 3 أشهر بحسب حيضة المرأة، فإنها تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، بعد ذلك تكون قد حلت وجهزت للخطاب. وتأملوا كيف أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتظرون المرأة حتى تنتهي وتنقضي عدتها، ثم بعد ذلك يتقدمون إليها فيخطبونها. تقول رضي الله عنها وأرضاها: فلما حللت يعني انقضت عدتها، تقول ذكرت له، يعني أنها ذكرت النبي عليه الصلاة والسلام أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني. شوف، يتسابقون إلى ستر أختا لهم، ويتسابقون للزواج من نساء الصحابيات رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهي هنا تستشير النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتأخذ برأيه في هذا الأمر الخطير. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا بأن المستشار مؤتمن، وهو الذي علمنا عليه الصلاة والسلام بقوله: وإذا استنصحك فانصح له. فالنصيحة والاستشارة أمانة، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام هذه هي استشارته. فقال لها: أما أبو جهم هذا الرجل فلا يضع عصاه عن عاتقه. كني على أنه شديد الغضب وشديد الضرب، فكان يعني لا تسقط العصا عن عاتقه، يعني يضرب النساء بسبب شدته وعدم صبره على غفلتهن وعلى حماقتهن، فبالتالي سريع الغضب ويضرب، فلا تسقط العصا عن عاتقه، لا يضع العصا عن عاتقه. هذا معناه أنه كان كثير الضرب. وبالتالي وهذا يجعلنا مشاهدين الأكارم أن نتقي الله سبحانه وتعالى في النساء، وأن لا نتعجل بالضرب إلا عند الضرورة القصوى، فإن هذا يعتبر مثلبة في من كان يضرب النساء وتسبقه يده على لسانه، فهو يعتبر حقيقة ناقص. والنبي عليه الصلاة والسلام ما ضرب النساء قط، على كثرة أخطائهن وعلى كثرة يعني ما وقع منهن من قضايا كبرى ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ما ضرب امرأة قط عليه الصلاة والسلام. هذه هي السنة النبوية، أن يرتفع الرجل عن هذه الأخلاق فلا يضرب النساء. تبقى معك يا أخي، إن أحببتها فأمسكها،
وإن كرهتها فأدبها بما تراه مناسبا من غير الضرب، وإذا كان لا بد من الضرب فيكون ضربا غير مبرح لا يكسر عظما ولا يخدش لحما كما قرر ذلك أهل العلم. هذه نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت أنت تقدم إليك أحد الإخوة واستشارك أو إحدى الأخوات واستشارتك في الزواج من زيد أو بكر، وتعرف أن هذا الرجل عصبي يعني صاحب يعني خصام وصاحب يعني مضاربة، يضرب هذا ويسفك دم هذا ويأخذ مال هذا، إذا كان من هذا الصنف فعليك أن تتقي الله وتخبرها بما فيه. ثم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: وأما معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه فصعلوك لا مال له. فصعلوك، الصعلوك المقصود به مشاهدي الأكارم الفقير الذي لا مال له، الفقير الذي لا مال له. وأنت لا يمكن تزوج ابنتك لرجل لا مال له، فقير، يعني يتعب هو لنفسه ويتعبها معه، فلا يستطيع أن يسدد أجار البيت ولا يستطيع أن يأتي بالمقاضي فيجوعها وتبقى معه في عيش في نكد. أما الفقير الذي يعني دخله محدود ولكنه يسعى ويبذل قصارى جهده، فهذا لا بأس بتزويجه طالما عنده دخل ويجتهد في العمل ويبحث عن لقمة العيش بالحلال، فهذا يزوج ولا شك في ذلك. أما أن يكون فقير ويجمع بين الفقر والكسل ولا ينزل الميدان ولا يجتهد، فبصراحة هذا لا يزوج. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأما معاوية فصعلوك لا مال له. فصعلوك لا مال له. مشاهدي الأكارم، الرجل الذي يستحق أن يتزوج ابنتك يجب عليه أن يكون عنده 3 أمور أو 4 أمور. الأمر الأول الديانة، لابد أن يكون متدينا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من جاءكم من ترضون دينه، فلا بد أن يكون مستقيم. والاستقامة المقصود بها أن يأتي بالواجبات قدر المستطاع، وأن يبتعد، أن يأتي بالواجبات كاملة كما أمر الله، وأن يبتعد عن المحرمات قدر المستطاع، قدر المستطاع، لقول النبي عليه السلام: إذا أمرتكم بأمر إذا نهيتكم عن أمر فاجتنبوه، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن هذا الوصف الأول أن يكون دينا. الوصف الثاني مشاهدي الأكارم أن يكون ذا خلق، يكون ذا خلق. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه. فإذا كان سيء الخلق صعب المرأة تعيش معه، يغضب سريعا، يلعن ويسب ويصخب، صعب المزاج، صعب أن تعيش المرأة معه، صعب جدا. وقد رأينا هذا في الأسر، وحصل بسبب هذا طلاق وفراق. نعم، لذلك انتبه تزوج ابنتك لرجل صعب المزاج وصعب الخلق، نعم، وضراب للنساء، انتبه. الوصف الثاني جاءت في رواية أخرى: من جاءكم من ترضون دينه وأمانته. لابد أن يكون أمينا. كيف تعرف أنه أمين؟ تسأل عنه، هل هو يكذب؟ هل هو يستلف الأموال ولا يعيدها للناس؟ هل هو في عمله مهمل؟ هل هو هكذا؟ تسأل عنه وعن صلاته في مسجده وإمامه، فستجد الجواب إن شاء الله الذي يقنع ويشرح به الله عز وجل صدرك. الوصف الرابع أن يكون عنده مال، أن يكون صاحب مال ويكون عنده عمل، لا يكون فقيرا معدما فيضع ابنتك في وضع. ولكن على كل حال النقطة الأخيرة هذه الناس يعني تجتهد فيها كثير مع الأسف، ربما لا يسألون عن الدين ولا يسألون عن الخلق ولا يسألون عن الأمانة، ويجتهدون في السؤال عن المال كم عنده،
فلا حاجة لنا أن نوصي الناس بهذه المسألة الأخيرة. ولكن هذه 4 أمور ينبغي أن تكون للرجل الذي يريد أن يخطب ابنتك فتسأل عنه عن هذه الزوايا. نكمل الحديث الماتع الجميل. قال لها عليه الصلاة والسلام بعد أن بين ووضح أن فلان هذا فيه كذا وفلان هذا، بالمناسبة وهذه أيضا ليست غيبة، فإن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره من غير مناسبة من غير سبب. أما إذا كان يوجد هناك سبب، ومن الأسباب النصيحة، رجل جاء يستفسر منك عن ابنته، يستفسر منك من أجل ابنته، فإنه يجب عليك أن تبين كل الأخطاء، يجب، وليس مجرد أنك، فهذه ليست غيبة. أبا جهم لا يضع العصا عن عاتقه، ومعاوية صعلوك لا مال له. هذه الأوصاف لو سمعها الصحابة ما رضيها، ولكن لا بد أن تعرف هذه المرأة حتى لا تدخل في بيت ربما يحصل بعد ذلك أيضا فراق أو طلاق كما حصل في المرة الأولى. ولم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام بهذا، لا، قال لها أنكحي أسامة بن زيد، أنكحي أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. فكرهته، ما حبت أسامة رضي الله تعالى عنه، ولم ترضى أن يكون، أنه كان شديد السواد وكان أبوه أبيض. هذا شيء عجيب، أبوه كان أبيض زيد بن حارثة، وكان أسامة بن زيد شديد السواد يعني تريد البياض رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فكرهت أسامة بن زيد لأجل هذا السواد، فأصر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها أنكحي أسامة، فأطاعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونكحت أسامة. انظروا إلى طاعة هذه المرأة، أيضا طاعة الصحابيات رضوان الله عليهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، حتى في مثل هذه الأمور، فكلامه صلى الله عليه وسلم دائما هو وحي، وينبغي أن نقبل شفاعته عليه الصلاة والسلام. نحن كمعاشر المؤمنين نقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم، ونقبل ونطيع أوامره، نقبل شفاعته ونطيع أوامره لمكانته عليه الصلاة والسلام. المهم ماذا قالت بعد أن نكحت أسامة وتزوجته؟ قالت فجعل الله فيه خيرا. يا سلام. واغتبطت، تقول واغتبطت. ما معنى واغتبطت؟ الاغتباط يعني أصابتها الغبطة. الغبطة مثل الفرحة والسرور والأنس. واغتبطت يعني أصبحت سعيدة مع أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنها وعن زوجها. هذا كانت مكانة الحديث. حتى أكمله لكم، نعم، تقول وقد حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحبني فليحب أسامة، من أحبني فليحب أسامة. الله أكبر، الله أكبر. وهذا نحن نحب أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكان أسامة بن زيد صاحب فضائل، يعني صاحب دين وصاحب كرم وصاحب تقوى وصاحب طاعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أشار إليها أن تتزوج أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كان معلوم بين الصحابة أن أسامة كان يحتل مكانة عظيمة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أنه كان يحبه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما سرقت المخزومية وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها، ما وجدوا أحدا يشفع لها إلا أسامة بن زيد، قالوا حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أسامة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما
فإني أحبهما. الله أكبر. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ الحسن ويأخذ أسامة فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما. وهذا تأكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونحن أيضا امتثالا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب أسامة بن زيد. وهذا حديث عظيم. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة، أن ينحي مخاط أسامة. قالت عائشة: دعني حتى أكون أنا الذي أفعل. قال أي النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة أحبيه فإني أحبه. هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي رحمه الله وحسنه الألباني رحمة الله على الجميع. نعيد الحديث مرة أخرى. شوفوا أيضا في هذا الحديث حقيقة فوائد ومناقب كثيرة. تقول عائشة: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي مخاط أسامة. يعني أنتم تعلمون أن الطفل أحيانا يخرج من أنفه بسبب مرض أو آخر بعض المخاط وبعض السوائل التي يعني يستقذر منها الناس، ولكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب رحمة ورأفة بالمؤمنين يمد يده من أجل أن يزيل. تقول عائشة: دعني حتى أكون أنا الذي أفعل. يعني تريد عائشة أن تنظف أسامة ابن زيد وتزيل عنه هذا المخاط. انظروا إلى يعني تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، وانظروا أيضا إلى مسابقة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى تكون هي التي تزيل يعني وترفع النبي عليه الصلاة والسلام الحرج عنه، أو أنها يعني تخدم أسامة بن زيد بدلا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام وفضل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا عائشة أحبيه فإني أحبه. وهنا الشاهد، ينبغي علينا أن نحب من يحبه أو من يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي علينا أن نحب من يحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مشاهدينا الأكارم، هنا سنقف ونشهد الله تعالى أننا نحب أسامة بن زيد وزيد بن حارثة، ونحب جميع الصحابة رضوان الله عليهم، ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم، فهم القدوة الصالحة الذين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وذكرهم ربنا بخير في كتابه العزيز: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.